السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء مع موضوع جديد من مواضيع ينبوع الواحة. موضوعنا لليوم عن التنمر، والذي هو سلوك عدواني متعمد ومتكرر يستهدف إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بالطفل، وقد يكون التنمر لفظيا من خلال الإهانات والتهديدات، أو جسديا كالضرب أو التسبب بالأذى، أو حتى قد يكون اجتماعيا كالعزل أو الإقصاء. وغالبا ما يحدث التنمر في المدارس أو في محيط الطفل اليومي. هذا السلوك يا أصدقاء قد يسبب آثار نفسية طويلة المدى مثل القلق، وكما يؤثر على الطفل وفي ثقته بنفسه، وقد يسبب له الاكتئاب. ومن جهة أخرى قد يكون سبب التنمر مشاكل عائلية أو تعرض المتنمر لمشاكل تنمر قديمة. لذا يأتي دورنا يا أصدقاء في المحافظة على أحبابنا ومعارفنا، وحمايتهم من التعرض للتنمر أو المضايقات، وذلك بالاقتراب منهم وسؤالهم عن أحوالهم، وإيجاد الحلول لمشاكلهم حتى لا يشعرون بالوحدة، في حماية الطفل من التنمر عبر التوعية بمخاطره، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، كما أن تدريب الأطفال على التعبير عن مشاعرهم، وطلب المساعدة عند الحاجة يقلل من تأثير التنمر. أيضا تطوير سياسات مدرسية صارمة لمكافحة التنمر، والاهتمام بالصحة النفسية للطلاب يساهم بخلق بيئة آمنة، بيئة داعمة لنمو الأطفال بشكل صحي ومتوازن. حسنا يا أصدقاء، إذا واجهتكم أي صعوبات أو مشاكل سواء في المدرسة أو في الحارة، راسلونا واكتبوا لنا وأخبرونا كيف تخلصتم من التنمر. ننتظر رسائلكم وننتظركم في موضوع جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن بلادنا الحبيبة إريتريا غنية بالثقافات، حيث تضم مجموعة متنوعة من الثقافات والعادات، وبها عدد كبير من القبائل والقوميات. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وحكاية جديدة. حكايتنا لهذا اليوم بعنوان من سيطعم الحمار. طلب جحا من زوجته أن تضع طعاما للحمار، فاتفقا على أن الذي يتكلم أولا هو الذي سيضع الطعام. فقام جحا إلى جنب من جوانب الغرفة وظل ساكتا لساعات طويلة، بينما ذهبت زوجته
إلى إحدى جاراتها وحكت لهم القصة، وطلبت منهم أن يرسلوا له طبقا من الشوربة لأنه عنيد ولن يطيعها، فأرسلوا ابنا لهم بذلك. وأثناء ذلك جاء لص وسرق البيت أمام أعين جحا، حتى أن اللص قد سرق القبعة التي على رأس جحا. والغريب أن جحا لم يتحرك ولم يهتم أبدا. وجاء الغلام وفي يده الشوربة، فأشار له جحا على رأسه ليخبره أن اللص قد سرق القبعة. وأخيرا فهم الغلام أن البيت قد سرق، فذهب وأخبر زوجة جحا، وهي بدورها جاءت مسرعة، فلما رأت ذلك صرخت قائلة: ما هذا الحال؟ وهنا تكلم جحا أخيرا قائلا: ها قد تكلمت الآن، هيا اذهبي وأعطي الحمار الطعام وكفاك عنادا. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا يا صغاري الأعزاء، اليوم سنتعلم حرفاً جديداً. هل أنتم مستعدون؟ إنه حرف الشين. عندما ننطقه بالفتحة نقول شاء. هيا رددوها معي: شاء. ومع الضمة نقول شو. كرروها بصوت جميل: شو. أما مع الكسرة فنقول شي. هيا نعيدها جميعاً: شي. ممتازون يا أصدقائي، أحسنتم. حسناً، لننتقل إلى الأمثلة والكلمات. ما هذا المشروب الذي ترونه أمامكم يا أصدقاء؟ صحيح، إنه شاي. وما هذه الأشياء التي تنير؟ أها، صحيح، هي شموع. وما هذا الصغير؟ أجل، صحيح، هو شبل. والآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نقرأ معاً قصة جميلة؟ تقول القصة إن شادي ذهب مع والده إلى غفاف النيل. رأى شادي مركباً به شراع كبير وشجرة كبيرة وفرورها قوية. نظر شادي إلى السماء فوجد الشمس تميل إلى الغرب. أصدقائي، وصلنا لنهاية الفقرة. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء. كما شاهدنا كان هذا حرف الشين، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد، لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما تعطياني اسم جماد يبدأ بحرف الشين. شباك. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. شنطة. أحسنت، إجابتكما صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم دولة أو مدينة يبدأ بحرف الشين. تفضل يا علي. الشام. أحسنت، إجابة صحيحة. هل تعرف أين تقع مدينة الشام؟ في سوريا. أحسنت، إجابة صحيحة. وهي عاصمة سوريا. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم نبات يبدأ بحرف الشين. تفضل يا محمد. شمام. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لا. لا بس.
وإلى هنا يا أصدقائي تنتهي فقرتنا هذا اليوم. نأمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة ومسابقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم يا أصدقاء، عدنا لكم بفقرة جديدة من قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما كان الأنبياء يجهرون بالحق في كل مكان ويجودون بالخير في كل زمان. فقال يوسف في نفسه: إن الحاجة ساقت الرجلين إلي، وإن صاحب الحاجة يلين ويخضع، وإن صاحب الحاجة يطيع ويسمع. فلو قلت لهما شيئا لسمعا وسمع أهل السجن، ولكن يوسف لم يستعجل، بل قال لهما: أنا أوتيكم بتأويل الرؤيا قبل أن يأتيكما طعامكما. فجلسا واطمأنا، ثم قال لهما يوسف: أنا عالم بتأويل الرؤيا، ذلكما مما علمني ربي. ففرح واطمأنا، وهنا وجد يوسف الفرصة فبدأ موعظته. قال يوسف: ذلكما مما علمني ربي، ولكن الله لا يؤتي علمه كل أحد، إن الله لا يؤتي علمه المشرك. هل تعرفان لماذا علمني ربي؟ لأني تركت طريق أهل الشرك واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال يوسف: هذا التوحيد ليس لنا فقط، بل هو للناس جميعا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهنا وقف يوسف وسألهما: تقولون رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر، ونحن نقول: الله رب العالمين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أين رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. انظروا إلى الأرض وانظروا إلى السماء وانظروا إلى الإنسان. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكيف رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر؟ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الحكم لله، الملك لله، الأرض لله، والأمر لله. لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد وصلنا إلى نهاية الفقرة، على أمل أن نلتقي في الحلقات القادمة، فانتظرونا. هذا صديقكم موفق ناصر وموسى كبيري، السلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وحكمة جديدة. حكمتنا لهذا اليوم هي: العلم نور والجهل ظلام. والآن لدينا أصدقائنا الأعزاء سنسألهم عن رأيهم في حكمة هذا اليوم. فلنبدأ أولا مع صديقنا محمد. تفضل يا محمد. العلم
نور والجهل ظلام. العلم أنت تستفيد منه وتتعلم منه، يعني كل شيء في الحياة عشان تستفيد منه العلم أول شيء يعطيك. أما الجهل كل مرة أنت لو ما تتعلم كيف، مثلا لو ما تتعلم كيف تاكل، لو ما تتعلم كيف تكتب، ما راح تستفيد ولا راح تنفع لأي واحد. أحسنت يا محمد، شكرا لك. والآن سنأخذ رأي صديقنا علي. تفضل يا علي. العلم ينفعك درجات في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الجهل لن يفيدك في الدنيا ولا في الآخرة. العلم يعلمك كيف أنك تكون مثلا تختار الطريق الصحيح، ولكن الجهل أنت لا تختار أي طريق صحيح. والجهل يوم القيامة يحاسب، والعلم ينفعك في الآخرة وفي الدنيا. أحسنت يا علي. والآن سنأخذ رأي صديقنا عبد الوهاب. العلم نور والجهل ظلام. لو الحين كنت مثلا لو ما تعلمت ولا شيء، يمكن ترمي أشياء من الشباك، قزاز، أي شيء من الشباك. أو والعلم تتعلم إنك ما ترمي ولا شيء وتكون شاطر. أحسنت يا عبد الوهاب، شكرا لك. أصدقائنا الأعزاء، كانت هذه حكمتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لإعطائنا وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة، والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. أخبروني إلى أين وصلتم في عملكم؟ هذا أوربان صانع المدافع، أريده مدفعا ضخما تصل قذيفته إلى بعد كبير جدا. لقد أعددت قالبا لمدفع قطره 12 شبرا. سيكون قالبا عموديا، لذلك نحتاج إلى منصات خشبية. ارفع ارفع. ما شاء الله. يا له بالمدفع. أيها الناس، أيها الأهالي، اسمعوا وعوا. ستتم تجربة المدفع السلطاني الذي لا مثيل له على وجه الأرض، وسوف تتم تجربته في الميدان، وذلك بعد صلاة الجمعة. أيها الناس، مولانا السلطان يدعو السكان إلى عدم الخوف. أيها الناس، اسمعوا وعوا. ستتم تجربة المدفع السلطاني. مولانا السلطان يريد أن يعلم الحاضر منكم الغائب. يا أهالي أدرنا. يكفي. جاء مولانا السلطان. استعدوا. أكل شيء معد؟ نعم يا مولاي. إذن على بركة الله. استعداد.
1 2 أطلق. لنبحث في الخلف، أنا لا أصدق أن القذيفة قطعت كل هذه المسافة. أما أنا فموقن أن القذيفة سقطت في هذه المنطقة. هيا. هاي، لقد عثرت على مكان القذيفة، اتبعوني. ماذا؟ أترون؟ لقد أحدثت حفرة عميقة. هذا المدفع ليس لهدم الأسوار فقط، بل يمكنه تدمير كل شيء. وإذا زاد عدد هذه المدافع فلن يعود لأسوار القسطنطينية وجود. لن تصمد الأسوار والتحصينات أمام هذه المدافع. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء في فقرة لغز اليوم. إجابة اللغز الماضي كانت الوعد، وإجاباتكم كانت صحيحة. أما عن لغزنا لهذا اليوم، ما هو الشيء الذي يرتفع دون أن يتحرك؟ ونستقبل إجاباتكم عبر شبكة التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم نسيتها.